كما كتشوفوا في الصورة المصغرة، خبار ماشي عادي نهائياً. رئيس السنغال في موقف محرج، والملك محمد السادس واقف بكل هيبة وكاريزما. تا حاجة ما كتزعزعو. شنو وقع بالضبط؟ وعلاش هاد القضية دارت ضجة كبيرة؟ تفاصيل غادي تسمعها دابا. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي شعل النقاش بزاف وخلق اهتمام كبير عند المتابعين، خصوصا من بعد ما خرجت اخبار كتقول بان رئيس السنغال طلب تدخل جلالة الملك محمد السادس من اجل العفو على بعض المشجعين السنغاليين اللي كانوا موقوفين في المغرب. هاد القضية خلات بزاف ديال الناس يرجعوا يهضروا على القوة الدبلوماسية ديال المغرب وعلى المكانة الكبيرة اللي ولا كيحتلها داخل القارة الإفريقية، حيث ملي رئيس دولة كيلجأ مباشرة للملك فهذا كيبين بأن المغرب ولا رقم صعب وكلمته مسموعة وقراراته عندها وزن كبير. وكما كنشوفوا في الصورة المصغرة، الملك عنده كاريزما حتى حاجة ما كتزعزعو. إلا جينا نشوفوا العلاقات بين المغرب والسنغال غادي نلقاو بأنها علاقات قديمة بزاف، مبنية على الاحترام والتقدير والتعاون المشترك. المغرب والسنغال ديما كانوا قريبين من بعضهم، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو حتى الديني والإنساني. السنغال من الدول اللي كتقدر المغرب بزاف، وكتعرف بأن المملكة المغربية عندها قيادة حكيمة وتجربة كبيرة في التعامل مع الملفات الحساسة. وهذا الشيء علاش أي أزمة أو مشكل كيكون التواصل مع المغرب عنده أهمية كبيرة. وكما كنشوفوا في الصورة المصغرة، الملك عنده كاريزما حتى حاجة ما كتزعزعو. أما بخصوص المشجعين السنغاليين فالكل كيعرف بأن الرياضة خاصها تجمع الشعوب ماشي تفرقهم، ولكن منين كيوقع الشغب خاص القانون ياخد مجراه. ومع ذلك كيبقى التسامح والإنسانية من الصفات اللي معروف بها المغرب، وهذا الشيء شفناه في عدة مناسبات. المغرب ديما كيعتمد على التوازن، بحيث القانون كيبقى فوق الجميع، ولكن كذلك الباب كيبقى مفتوح للرحمة والحلول الإنسانية في بعض الحالات، خصوصاً إذا كان احترام للقوانين واعتراف بالأخطاء. وهنا كيبان الفرق بين الدول اللي كتخدم بالحكمة والدول اللي كتخدم بردود الأفعال فقط. وكما كنشوفوا في الصورة المصغرة، الملك عنده كاريزما حتى حاجة ما كتزعزعو. كذلك خاصنا نركزوا على نقطة مهمة، وهي أن الملك محمد السادس عنده حضور قوي بزاف داخل إفريقيا. بزاف ديال الدول الإفريقية كتشوف فيه قائد عنده رؤية بعيدة وخدام على التنمية والشراكة الحقيقية، ماشي غير الشعارات. شفنا مشاريع كبيرة دارها المغرب في عدة دول إفريقية، وشفنا كيفاش المملكة ولات شريك اقتصادي مهم، وهذا الشيء كامل خلى ثورة المغرب تكبر أكثر فأكثر. والسنغال بدورها كتعتبر من أقرب الدول للمغرب، والعلاقات بيناتهم مثال ناجح للتعاون الإفريقي الحقيقي. إذا كان فعلا رئيس السنغال طلب العفو، فهذا كيبين الثقة الكبيرة اللي عنده في المغرب، وكيأكد بأن المملكة عندها قيمة كبيرة في القارة. وكما كنشوفوا في الصورة المصغرة، الملك عنده كاريزما حتى حاجة ما كتزعزعو. أما من جهة أخرى، فالصورة اللي كيبان فيها الرئيس السنغالي متأثر أو مرتكب، فهي بالنسبة للبعض كتعبر على حساسية الموقف، حيث ملي كتكون أمام دولة قوية ومحترمة طبيعي الإنسان يحس بثقل المسؤولية. وفي المقابل الملك كيبان ديما بهدوء، بثقة وبشخصية قوية، وهذا الشيء اللي كيخلي بزاف ديال الناس كيهضروا على الهيبة ديالو والكاريزما اللي كيتوفر عليها. المغرب اليوم ما بقاش غير دولة عادية، المغرب ولا قوة إقليمية محترمة وعنده كلمة مسموعة سواء في إفريقيا أو حتى خارجها. هذه المكانة ما جاتش من فراغ، ولكن جات من العمل، من الاستقرار، من السياسة الحكيمة، ومن القيادة اللي كتخدم لمصلحة البلاد. وفي الأخير نقدروا نقولوا بأن هذا الموضوع كيف ما كان فهو رسالة واضحة بأن المغرب حاضر بقوة، وأن العلاقات المغربية السنغالية باقية قوية ومبنية على الاحترام. وكما كنشوفوا في الصورة المصغرة، الملك عنده كاريزما حتى حاجة ما كتزعزعو. إلى عجبكم هذا الموضوع ما تنساش دير لايك وتخلي لنا الرأي ديالك في التعليقات. واش كتشوف بأن المغرب ولا قوة كبيرة في إفريقيا؟ ونشوفكم في فيديو جديد.